في سكوت عشان ما تحملش اللي حواليك همك. في سكوت عشان اكتر حد محتاجه جنبك مش حاسك. في سكوت عشان بتراجع سنينك اللي راحت مع ناس غلط. في سكوت عشان بتكتشف حقايق يا ريتك ما اكتشفتها. في سكوت لانك بتعافر وبتتعب وخايف تبقى بتعافر في الطريق الغلط. في سكوت عشان بتتحامل على نفسك وتسند نفسك وبتستقوى. في سكوت عشان مش هتسمح لنفسك تقع وما تقومش. في سكوت عشان تتعلم ما تندمش ولا تبص وراك ولا تحتاج حنية من حد. في سكوت عشان بتلملم اللي باقي منك، عشان تستعد لمرحلة جديدة، عشان تعيد حساباتك. رغم انه ساعات السكوت ده بيبقى منتهى الظلم لنفسك، الا انك محتاج راحة في النص. مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل العظمه دي ب17 جنيه بس. حاجه جميله جدا جدا بجد، طعم رهيب، حاجه كده تقدروا تقولوا عليها تحفه جدا. هنعمله طواجن الاوريو، حاجه كده سهله جدا جدا، من غير بيض، من غير فانيليا، من غير سمنه. حاجه كده بجد تحفه جدا، جميله قوي، الطعم بجد رهيب. طريقه سهله جدا جدا، هتشوفوا معايا الطريقه هتلاقوا اسهل منها مفيش. بس يلا في البدايه كده نحط اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو، ويلا بينا نشوف ان شاء الله هنعمل ايه. شايفين شكل الطاجن عامل ازاي؟ حاجه كده بجد تحفه جدا. بصوا المنظر كده بجد جميل جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان الكيكه هشه جدا جدا، شايفين كمان ما شاء الله شكلها. وعايزه اقول لكم بجد طعمها جميل جدا جدا. يلا بينا بقى في البدايه نقول بسم الله وندخل ان شاء الله على المقادير. احنا محتاجين في وصفه النهارده 2 من الاوريو بس. همسكهم كده هكسرهم حتت صغيره، يا دوبك كده هكسرهم بس كده كده هم هيبوشوا معايا لان احنا هنستخدم لبن. في بولة فاضية حطيت فيها 2 من الأوريو بعد ما كسرت بالمنظر ده، وهنزل بكوباية ونص من الحليب، هدوبهم شوية مع بعض. هنزل ب6 معالق من الزيت. طريقة سهلة جدا جدا مفيهاش أي حاجة. طبعا ال2 أوريو ب8 جنيه، وهنجيبه 2 دانت ب9 جنيه، 17 جنيه الوصفة القمر دي. حطيت بقى هنا 6 معالق من السكر، وهحط 6 معالق من الدقيق، يعني 6 من الزيت، 6 من السكر، 6 من الدقيق. وهحط طبعا كيس بيكنج باودر، هحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ورشة الملح. طبعا كل ده هنخيله كده بالمنظر ده. هقلب تقليبة كويسة. هنا انا حطيت ربع معلقة صغيرة من الخل، قلبت كويس جدا. لو ما عندكيش طواجن ممكن تعمليها في ورق الكب كيك، يعني هتبقى برضو جميلة جدا جدا. انا هنا بعد ما قلبت كويس جدا حطيت مادة دهنية في الطواجن بتاعتي وحطيتهم بالمنظر ده. جبت بقى عندي صاج كده ورصيت في قلبيه الطواجن قبل ما تدخل الفرن. هنا انا جبت بقى 1 اوريو زيادة وحطيت كده بالمنظر دوت قبل ما يدخل الطاجن الفرن. ولما دخل الفرن دخل على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، أخد مفيش 10 دقايق، وبعد 10 دقايق كان بالمنظر دوت. هنا بقى أنا عندي الدانت قلبتها كده على بعض، وهنزل كده على الوش. عايزة أقول لكم خطوة الأوريو دي من جوه بتدي طعم بجد جبار، بتبقى طعمها جميل جدا جدا. هنا بقى انا عندي الاتنين الدانت قلبتهم تقليبه كويسه على بعض، وحطيت على كل طاجن شويه زي ما انتوا شفتوا. عندك بقى اي حاجه عايزه تزيني بيها زيني بيها. انا زينت هنا بالفرماسيل الوان، تزيين بسيط جدا وعطانا شكل جميل. والله عايزه اقول لكم بجد طعمه جميل جدا جدا. طبعا كيكه الاوريو ليها طعم تاني، وانتوا طبعا شايفين هي قد ايه هشه وعاليه ما شاء الله. بجد طريقه سهله وبسيطه والطعم جميل. يعني عملنا 6 ما شاء الله طواجن ب17 جنيه، يعتبر حاجة جميلة جدا جدا، وكمان تدفيكي بقى في الساعة. احنا طبعا الجو تلج، وطبعا عايزين اي حاجة تدفينا. بجد الطاجن ده لان طعم الاوريو مع الدانت حاجة تانية بجد تحفة. شايفين ما شاء الله
اوام اوامك خلصنا الطواجن بتاعتنا، وكمان عملتي حاجة حلوة لولادك. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو. وبكده طبعا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. حبايبي اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.